السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم جنات. إذا تستخدمون روبلوكس بشكل مستمر فغالبا بالفترة الأخيرة لاحظتوا شي غريب يصير بحسابات اللاعبين. طلبات الصداقة تجي بشكل مفاجئ، مو من حساب واحد، مرات من عدة حسابات بنفس الوقت. والغريب انه اغلبها تستخدم نفس السكن تقريبا، وأنا هم وصلتنا هاي الطلبات. بس السؤال هنا، شنو فكرة الحسابات وليش جاي تضيف الناس؟ وقبل لا نبدأ، إذا تحبون فيديوهات روبلوكس تحقيقات بهالشكل لا تنسون اللايك والاشتراك. يلا نبدأ. القصة مرتبطة بعبارة تشرد بين هاي الحسابات أو اسم هو الشيك ماي بروفايل. بس خلونا نوضح شي من البداية، احنا مو دا نحكي عن هكر واحد محدد اسمه شيك ماي بروفايل. اللي ظهر فعليا هو نمط من الحسابات المتشابهة، والناس بدأت تلاحظها بالفترة الأخيرة بنفس الطريقة. هو عدة حسابات تصير بنفس الاسم. بس شنو يسوي الحساب؟ الحساب بالبداية يرسل لك طلب صداقة بروبلوكس، ومن تشوف البروفايل ممكن تلقى بالبايو كلام عن روبلوكس مجاني أو أسلحة MM2 أو أي شيء من هاي المابات المشهورة، يعني رابط خارج روبلوكس. وبعض اللاعبين نشروا صور للحسابات وقالوا انهم استلموا عدد هواية من هاي الطلبات بوقت قصير، يعني بس ما كان شوي بماب ووصلتهم عدة طلبات. واكو شي مشترك بيناتهم، نفس السكن، نفس الفكرة، وتقريبا نفس الاسم مال شيك ماي بروفايل. وهنا يبدأ الموضوع اسم مو طبيعي. ليش يريدك تدخل البروفايل أو تشوفه؟ لحساب يعني لأن الهدف مو بالضرورة انك تسوي شي من داخل روبلوكس. الهدف انك تشوف البروفايل وتنتبه للرابط. الرابط ممكن يقول انه اكو فرصة تجيب روبلوكس مجاني او هيرتلس او MM2 او اي شي من هالمابات. وهواية اكو ناس تدخل مجرد ما تشوف كلمة مجاني يدخلون بس ما يتأكدون من هذا الرابط. المشكلة انه الرابط ممكن طلعت من روبلوكس لموقع خارجي، وهذا بالضبط الشيء اللي جاي نحذر منه، لأن اكو عمليات احتيال سابقة استهدف لاعبين روبلوكس عن طريق مواقع مزيفة وصفحات تسجيل دخول. حتى حملات حديثة أدت إلى سرقة أعداد كبيرة من الحسابات. وأيضا اكو شيء خطير، انه إذا ما دخلت أصلا لرابط ما دخلت له، مجرد ما توافق على طلب الصداقة لهذا البوت أو الهكر، مجرد ما توافق حسابك روبلوكس راح يروح يتهكر، يعني يروح بعد ما تقدر تدخل، راح يغير الباسورد وكل شيء. حسب التقارير والتجارب اللي انتشرت عن موجة شيك ماي بروفايل، واكو بعض من هاي الحسابات تستخدم روابط خارجية مشبوهة، وأيضا يغير الباسورد مال حسابك، والناس حذرت من دخول لروابط أو أصلا نضيفه. فنرجع نقول إذا ضفته راح يهكر حساب روبلوكس، فإذا أنت هسه ضايفه راح بسرعة يسوي إبلاغ وسوي له بلوك، لأن هنا إذا دخلت أي ماب أو أصلا ما كنت داخل راح يغير الباسورد. حتى إذا وصلتك عدة طلبات بنفس الوقت لا تدخل بدافع الفضول تشوف شنو راح يصير. حاليا اكو 2 يوتيوبر او اكثر جربوا هاي، يعني انه وافقون على الطلب، قالوا ما راح يصير شيء لان هو مجرد طلب. بس فعلا تهكرت حساباتهم، مشكلة حساباتهم مشحونة ويعني كلش مهمة. بس الشيء الغريب بالموضوع، ليش فجأة تظهر عدة حسابات؟ ليش كلها تقريبا نفس السكن؟ ليش كلها تريدك تشيك البروفايل او تضيفها؟ ليش الرابط موجود بالبايو؟ واحد من منشورات اللاعبين وصف وصول 34 طلب صداقة بنفس الوقت تقريبا، وكلها تحمل عبارة شيك ماي بروفايل او يعني ماي اكاونت وهاي الشي. نفس الفكرة الفلوربوكس والرابط، اي شي من هاي الكلام. فمن تشوف هاي العلامات كلها مجتمعة، الموضوع يصير واضح انه مو مجرد لاعب عشوائي يريد يضيفك. انا هنا شخصيا يعني وصلتني الطلبات بالبداية، استغربت لان مو حساب واحد
أو 2 مختلفات تقريبا وصلني من 5 إلى 6 طلبات بنفس السكن، بنفس الاسم وبنفس الفكرة. فبدال ما أصبرهم وأشوف يعني ليش هم ضايفيني، أول شي قلت أشوف يعني هل هم هاكر أو أي شي، وأيضا أنا ما وافقت عليهم لأن ما كنت مهتمة بهالأشياء، مال روبوكس مجاني وأسلحة M2. فقرأت أبحث ولقيت إنه ناس غير همين جتهم طلبات بنفس الشي، وبعضهم نشروا صور للطلبات من حسابات وروابط. أنا فهمت إنه الموضوع مو بس كم حساب جاية، إنه حسابات كلها إجتها. فإذا دخلت روبلوكس بأي يوم وشفتم فجأة حسابات غريبة تضيفكم، خصوصا إذا كلها بنفس السكن، تطلب منكم دخول روابط أو إضافتها، لا تتعاملون وياها كشيء عادي، لا تضغطون الرابط، لا تدخلون معلوماتكم. وإذا ضفت هذا الحساب بالغلط سووا له بلوك وإبلاغ. الأهم لا تجربون الموضوع بحسابكم الرئيسي إذا تتأكدون هو حقيقي ولا لا، لأن حسابكم وأغراضكم ما تستاهل مخاطرة. ممكن أنتوا شاحنين، ممكن هذا حساب قديم ومحصن به هواية أشياء مجانية. وأنا أريد أعرف إذا هاي الموجي أو هذا الهيكر وطاكم طلبات أو يعني أرسل لكم إيش قد، وهمين يعني فكتبوا تعليقات إيش قد طلب وصلكم، وهاي الحسابات بنفس السكن والهيكر نفسه لا مختلفة. وبس، باي.